السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم وصفة اللي حيرت الملايين وجننت الستات كلهم، اللي لحد دلوقتي في ست في البيت مش عارفة تعملها. وزي ما وعدتكم وقلت لكم هنفتح فرن في البيت، عملت لكم المعجنات. الفيديو اللي فات 3 وصفات حلوة من عجينة واحدة. النهاردة هعمل لكم ان شاء الله الفطير المشلتت بتاعنا بأقل وأبسط التكاليف، وكمان بأبسط حاجة ممكن تعمليها، وهخليكي تراهني نفسك دلوقتي وهتقومي تعمليه. هنقول ايه؟ هنقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نبدأ كلامنا ووصفتنا بالصلاة على الرسول ونبتدي على طول. واقول لكم جبت 3 كوبايات دقيق نخلتهم، وهعجن لكم كمان على ايدي، مش هستعمل العجان عشان ما يبقاش لأي واحدة اي حجة. الموضوع بسيط، وقلت يلا بقى اجي على نفسي واعمل لكم كده على طول. الوصفة دي بقالها كتير زي ما احنا اتعودنا من مطبخ نونا. الوصفة دي في قلب التليفون من الشتاء، وجت هفت عليا بقى مرة بالليل كده ان انا عايزين ناكل فطير، قومي اعملي لنا فطير والكلام دوت. وانا الفطير دوت من الحاجات اللي بعشقها. نخلنا الدقيق وجبت كوباية مية، حطيت فيها معلقة سكر ومعلقة صغيرة ملح وقلبتهم. وادي قالب الزبدة اللي كنت عاملاه معاكم. هتقولوا لي يا نونة، شايفة واحدة دلوقتي بتقول لي يا انت لسه فاكرة؟ طبعا شايلاه عشان كنت اعمل بيه الفطير. ما انا بقول لكم بقى الوصفة دي بقى لها شهور يعني، ومعلش معلش معلش كلنا لها. وجبتها بقى وسبتها تريح بره كده شوية. عجنت العجينة كويس جدا زي ما شفتوا لحد ما لمت في ايديا، وسبتها ترتاح شوية. وبعد كده ايه، ما هو الفطير ده بقى ايه المريح. يعني انت كل ما تعملي حاجة سيبيه يريح، كل ما تسيبيه يريح كل ما هتاخدي نتيجة حلوة. ومش هتخليكي بقى هنا لا ترقي ولا تورقي ولا اي حاجه. كل الحكايه عليكي تمسكي حته العجينه اللي هي قيمه نص كيلو بتاعتك دي، عجنتيها كويس جدا جدا، سبتيها ترتاح بتاع ربع ساعه، خديها بقى كده تحتيها دقيق وفيها شويه دقيق، وافردي بالنشابه بتاعتك على قد ما تقدري، يعني اللي تقدري عليه افرديه، وبعد كده ما تكمليش. وخليكي ماشيه معايا كده وانا هقولك هتعملي ايه. خلاص انا كده بصي يعني جبت اخرها خلاص. وكفايه كده على قد الرخامه، والرخامه لو كانت اكبر من كده كنت افرد، بس انا عايزه كمان ابسط لك ان انتي ما تقوليش لا انا مش عارفه اعمل الفطير. الفطير سهل جدا، وانا عارفه ان ناس كتير هتتحدى نفسها وتقوم تعمله. جبت حته الزبده بتاعتي فككتها نص تفكيكه كده على النار، وفردت وروليت زي ما انتوا شايفين. رول بقى ايه، مش على الضيق، على الواسع شويه كده. تمام. تمام. همسك بقى ايه العجينة دي اقسمها على 3، يعني ايه ال3 كوبايات دقيق انا قسمت كل واحدة منهم على كوباية، وهركنهم كده متطبقين بالزبدة شوية يريحوا لحد ما انا الم برضو دنيتي اللي حواليا كده، واشوف عايزة اعمل ايه، واسيبهم يريحوا ربعاية كمان. تمام. هاخد بقى كل ربع كده زي ما انتوا شايفين فردته، برجع اطبقه كده والمه، وزي ايه السره كده اهوت، واروح سايباها على جنب تريح. ريحي وماله، لازم ترتاح، لازم ترتاح علشان تبقى تديكوا نتيجة كويسة. لازم زي ما انت كده بتقعدي ترتاحي وتقولي هرتاح شوية واشرب كوباية شاي، اديها فرصة تشرب هي كمان كوباية الشاي بس كده. خلاص اهو. اهو بفرد اهو، واروح مطبقة ولما زي السرة كده، واقلبها على الحتة المنعكشة دي تبقى من تحت، وتقرطيها كده في ايدك كويس، وتروحي كافيها وغطيها وسيبيها تريح. ريحتي يا حاجة؟ تعالي بقى ناخد اول واحدة، سيبناها ترتاح، انت خدتي راحتك، سيبي اخواتك يرتاحوا. تفردي بقى، افردي دي اهي. اهي. هتعصي ايدك حبة سمنة من اللي انت عاملاهم، لقيتها متعصبة عليا، اسيبها شوية ترتاح. لا انا ما ارتحتش، انا سيبيني ارتاح شوية. ارتاحي يا حبيبتي، وبعد كده تاخديها هتلاقيها فردت معاكي اهي. افرجيها بقى قد الرغيف الحلو ده كده، ابو 2 جنيه، ابو 2 ونص الوقت السياحي ده. تفرديها حلو كده، وتروحي جايبه الصينيه بتاعتك حطها على النار، وحط عليها معلقه سمنه تسخن بس سيكه كده، وتروحي منزله بقى ايه الفطيره بتاعتك الحلوه اللي قد رغيف العيش دي، وتقلبيها. لسوعت مني شويه كده معلش، لسه ايه الصينيه ما كانتش خدت حققت درجه الحراره، ما جراش اي حاجه.
ومعاكي بقى المسكه بتاعتك دي، واقلبي بقى كده هوت ايه بيها، وامسكي كده واقلبي، واديها فرصتها، وهديلها بس النار ايه وسط كده، تبقى وسط، وتفضلي توديها وتجيبيها كده على النار عشان العجين من جوه يستوي. استوت الاولى حطيتها، وادي التانية. حلاوه الفطير بقى ده اللي بتعمليه على عين البوتاجاز من فوق، عايزه اقولك نتيجته روعه جدا. بيبقى طري طري قوي قوي قوي، وساخي كده في نفسه، وتاكل اللقمة كده بتبقى طعمها جميل وحلو. هو فطير الفرن برضو حلو، بس ده برضو سبحان الله بتبقى المكونات واحدة. ده برضو ليه طعم كده وليه حلاوته، وانه سريع بقى ما يغلبكيش، وعلى طول اوام اوام، وفطيرة صغننة كده وحلوة ورقيقة وجميلة، واوام اوام تروحي عاملاها. ادي التانية. الصينية اتشعوطت، امسحيها بورق مناديل، وحطي حتة زبدة تاني، وحطي عجينتك اهو، وابتدي ايه نزليها كده. حسيتي ان ناشفه كده الصينيه وما فيهاش دهون زياده، زودي كده هنا برضو ايه يعني حته زبده تاني، او معلقه سمنه، وافضلي خديها كده. بصوا اهو، اهو كده تفضلي واخداها رايح جاي كده لحد ما تلاقيها بتتنفخ. بصي انا هنا بوريكم، بس انا مجريه المقطع لان انا مش عايزه ازود عليكم. اتنفخ، بيتنفخ منك كده، تعرفي ان هو من جوه بيورق وبقى جميل. بصوا بقى، تعالوا بقى ايه دلوقتي هوريكم، هنقطع كده ونشوف الفطيرة جميلة ازاي. بصوا، بصوا الطراوة والسخيان، بصوا تحفة، بسم الله ما شاء الله. بصوا اهي. طبعا ده بقى ايه مش زي الفطيرة المشلتتة الكبيرة اللي عملناها قبل كده، اللي من جوه تفضلي تعدي تعدي في طبقات وتوريق والكلام ده، لا، ده فطير حاجة صغننة كده بتقومي تعمليها أوام أوام. عشوائية كده حلوة. نفسك هفت كده على حاجة تاكليها. وهفاجئكم دلوقتي كمان، مش هنخليهم كده بس بحتة جبنة ولا حاف كده وناكلهم، لا، هعمل لكم منهم واحدة حلوة كمان. هتقولوا لهم يلا حدقوا حلوا بالمرة. بصي بوريكي هنا، بصي بسم الله ما شاء الله جميل. انا عايزه اسيب التصوير واقعد بقى على جنب كده، اجيب حتة جبنة واقعد اكل يا جماعة. بصوا ما شاء الله. اه جميل. ماشي، ما علينا بقى. خلاص خلاص يا نونا، في ايه؟ ما خلاص خلصنا، ده انا مجريه حتى الفيديو، في ايه؟ هتجيبي واحدة كده، عندك بقى حتة مربى فراولة كده حلوة، تروحي فردها كده. جبت بقى اللي هي كانت ملسوعة شوية كده، ما انا لازم اداري يعني، لازم تداري برضو العيوب شوية كده، هي ما كانتش محروقة ولا حاجة، بس هي اتشعبت شوية بالنار. حبة مربى فراولة، على حبة جوز الهند، على حبة زبيب، ودلعنا المسائل كده، وبقيت عندنا كمان فطيرة حلوة يا سلام الله. وبنقسمها لهم كمان بقى كده، ويلا بقى، ولا تقولي لي اجدع فطاطري، ولا اسمهم ايه، كان اسمه ايه المشهور دوت الباب الشعرية، عم الطوخي ولا عم سندباد اللي جنبنا، ولا اي حد خالص. كفاية ان انت عاملاها في بيتك، وعاملاها كمان بالزبدة اللي انت صنعتيها. ده ايه ده احنا عدينا يا جماعة. بس كده وصفتنا خلصت، ويلا بقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني ان شاء الله في احلى الوصفات.